هبتدي مع الدكتور ديمون. اتفضل دكتور. بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. شرف ليا وبركه ان انا اكون موجود وسطيكم النهارده في موضوع بيهمنا كخدمه. انا بشتغل مع خدمه اسمها فوكس اون ذا فاميلي او من اجل العائله. ده شغلي وخدمتي، احنا فول تايم ومشغوليتنا هي الاسره بكل جوانبها. من سنين طويله بدانا نعمل محتوى بالعربي علشان يناسب الكنائس بصفه عامه والخدمات وكل من بيهتم بالاسره. فاحنا فريق عمل مشغول بالقضيه دي. واحده من الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها هي الزواج، منظومه الزواج. عندنا كورس كامل بندرسه بالاخص لاولادكم المتجوزين جديد اسمه من اجل زواج مزدهر، وبنقعد معاهم 13 سيشن، ساعات اقل ساعات اكتر، علشان نتعلم مع بعض يعني ايه جواز، ازاي نعيش الجواز ده، ازاي نبني بيتنا بالطريقه اللي الله عايزها بالفكر المسيحي بتاعنا، لكن كمان ازاي نتعامل مع اختلافاتنا مع قضايا كتيره بيننا وبين بعض. ما اخبيش عليكم الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده واحد من الموضوعات اللي احنا بنقدمها بالذات للشباب في بدايه جوازهم. لكن في مره من المرات اذكر من حوالي 3 سنين كنت في لقاء مع مجموعه من المتزوجين حديثا، مش هنا في الكنيسه عشان تطمئنوا، غالبا كانت لسه الكنيسه ما بداتش. والشباب نفسهم الازواج والزوجات قالوا لا تعالوا قولوا الكلام ده لبابا وماما، انتوا بتقولوا لنا احنا. فالحقيقه الموضوع بتاع بيت العيله او العلاقه بين الزوجين الجداد او مش لازم جداد او قدام، وبين بابا وماما وحمايا وحماتي، واحد من الموضوعات اللي احنا بنعلم الناس اللي متجوزه يعملوا ايه. ما هو انت بقى عندك بيت جديد ومحتاج انك انت تعرف ازاي تعمل التوازن ده بين علاقاتك او اسرتك او عيلتك، ابوك وامك، ودلوقتي كمان في حماك وحماتك وبيتك الجديد. فالتحدي قدامهم مش سهل، واكتشفنا مع الوقت انه كمان لينا احنا كاباء وامهات لحضراتكم ايضا هناك تحدي. فالموضوع بتاعنا اللي هنحاول ان احنا هقدم بعض الافكار فيه، وبعد كده حضراتكم هتشتغلوا هتكتبوا حاجات، هو علاقتنا كاباء وامهات باولادنا بعد ما بيتجوزوا. كم حد في البدايه مجوز ولاده، يعني عنده ولاده ومتجوزين؟ يعني تقريبا الاغلبيه. كم حد لسه متجوز جديد عنده؟ يعني عشان العكس يبقى في بابا وماما بنتعامل معاهم، فهي يعني فبرضه هينفع يعني. الحقيقه التحدي اللي بيواجه هو ان احنا عندنا في الاول كنا بيت واحد، بابا وماما والاولاد عايشين مع بعض، فخلاص يعني في نوع من العلاقات اللي بيحصل بينا. تحولنا الى 3 بيوت، بقى في بابا وماما، بقى في اكس وواي، مونيكا ومينا، وبعد كده في حماية وحماتي، والثلاثه في بينهم علاقات. ومعرفش تتفقوا معايا او تختلفوا انه في الكالتشر بتاعتنا في مصر او في الصعيد او في بحري او في الطبقه العاليه والطبقه القليله والمتعلم والغير متعلم وبره مصر وجوه مصر، دايما في حته في الحته دي في العلاقات دي فيها لبش كده، فيها قلق، يعني في حاجه مش راضيه تسلك، مش راضيه تمشي. فانت لو سمحتوا لي النهارده انا هتكلم مع حضراتكم من ناحيتكم انتم. يمكن لو عندنا فرصه مع ابونا فيليباتير هو اللي يجيب الاولاد نتكلمهم هم عن نفس الموضوع. اتفضل. خلاص يبقى احنا هنتكلم مع حضراتكم على العلاقه مع حماك وحماتك، ما فيش مشكله. لكن لكن الحقيقه هي واحده من التحديات اللي بتواجه كل بيت لما يجي يبتدي. طب هعملها ازاي؟ ايا كان نوع التشالنج. انا هتكلم باريحيه تامه لسبب وحيد اني ما اعرفش ولا اسره من الموجودين هنا. يمكن ابونا فيليباتير الوحيد اللي انا اعرفه شخصيا، لكن ما اعرفش ولا بيت، فانا ما عنديش اي خلفيه عن مشاكل، عن ظروف. انا مش جاي عشان اقول انتوا عندكم المشكله دي نحلها ازاي، انا جاي بتكلم في العموم في المجمل، لاني يعني بعتقد في اغلب الحالات محتاجين نعرف عن هذا الامر. انا هسالكم سؤال في الاول، فكروا فيه كل واحد لوحده، ويمكن كل 3 4 مع بعض يتشاركوا بس، وبعد كده نسمع بعض المشاركات.
في علاقتكم مع اولادكم المتزوجين، ايه بعض الاشكال او المصادر او اللي بنشوفه مصدر للبهجه في العلاقه دي حاليا بعد ما اتجوزوا، وايه حاجات عامله توتر عامله قلق؟ اكيد في حاجات حلوه وحاجات صعبه، ففكروا كده ونحاول نتشارك مع بعض. لو قيمت الوضع الحالي، ايه اللي حاصل فيه شكل من اشكال البهجه، الجمال، الحلاوه، العلاقه الحلوه اللي فيها احنا مبسوطين بيها راضيين عنها، وايه حاجات عامله شويه توتر ما بيحصل الدنيا بتسخن. اتفضل. هل الشكوى العلاقه الاب لاولاده ولا الام لاولادها؟ هم اللي اتجوزوا، يعني بمعنى صح البهجه والتوتر، هل الاب او الاب والام عندهم اولاد اتجوزوا؟ اتفضل. هل الاب نفسه عنده متهيألي لو الاب، انا طبعا لسه ولادي ما اتجوزوش، بس انا لو ولادي اتجوزوا هبقى فرحان، لكن انا متخيل ان الموضوع بيبقى اكبر من ناحيه الام اللي هي زوجتي انا لاولادي لما يتجوزوا. الجزء ده شويه هو من ناحيه البنت بقى لو يتجوزها. زوجة حضرتك مش موجودة؟ عشان كده بتتكلم براحتك، عشان واخد راحتك مش شرط. انا هتكلم في العموم لانه بيختلف من بيت للتاني، وشكل العلاقه وشكل الترابط مع بعض، الام بابنها، البنت بمامتها، الاب بابنه، الحما مع بنتها، الحما مع جوز بنتها، يعني ايا كان الداينامكس بتاعت العلاقات دي في اشكال مختلفه. ويمكن لما نسرد بعض النقط يمكن اكتشف انا كاب انه ايه ده، لا دي يعني لما يجي ابني يتجوز هيبقى عندي فيها ازمه، او يمكن تبقى مراتي، او احنا الاثنين مع بعض ما مش عارفين. فارجع تاني للسؤال بس اللي احنا نفكر فيه، ان احنا نعمل كده بس تحليل للي حاصل في الوضع الواقعي الحالي. ايه بعض اشكال البهجه او السعاده او الوقت الحلو او العلاقه الطيبه او الحاجه اللي بتسعدنا مع اولادنا اللي اتجوزوا، وايه بعض الحاجات الصعبه او مصدر للتوتر او فيها نوع من القلق. اتفضلي يا دكتور. طيب خليني اركز اكتر على علاقتنا بالولاد، العلاقه اللي بيننا، اللي حاصل بيني انا وبين بنتي او ابني او جوز بنتي او مرات ابني، مش بينهم هما الاثنين. انا عارف كلنا اكيد كاباء وامهات لو بنتي او ابني متجوز وسعيد ودنيته حلوه انا هبقى مبسوط. لا، انا بتكلم بين البيتين، بيننا كاهل وبين ولادنا اللي اتجوزوا او ابني او بنتي. امتى بيبقى الدنيا ماشيه حلو، امتى بتبقى في توتر. تجمع العائلي لما بنقعد مع بعض اوكي. 90% عايزين الامم المتحده، ماشي. هرجع تاني نشوف ليه دلوقتي. اتفضلي. اوكي، انا بتعامل مع مرات ابني او جوز بنتي على ان ام مش حما، وده بيسعد علاقتنا وبيخلي علاقتنا حلوه. اوكي طيب، يعني شويه شايفين نفس الحاجه اللي كانت هتبسط بيت ممكن تبقى سبب توتر في بيت تاني، ان مرات الابن مش قابله ده ان انا ابقى مامتها. اوكي يمكن ماشي، هي نفس الحاجه لكن عملت مره كده ومره كده. اتفضل. الطبيعي البنت او ابني ما يجيش يثق في بنت. وجهه نظري يعني ان احنا بنخلي مشاكل كتير لما اجي انا اثق في بنتي، اتخانق مع جوز بنتي والاب يتخانق معاها، فهي بيحصل توتر. اوكي، فجزء من التوتر بيحصل لما انا بتدخل واجي احامي حد على حساب حد. اوكي. طيب حضرتك بتاخدها
تاخدنا خطوه لورا شويه. مش انا قبل الجواز. كل ده يرجع باكوان مشاكل. طيب احنا بقى دورنا ايه لما لا دول لا دول ولا دول ولا دول عندنا ده عنده صوره نفس ده عنده الكميات ده والمسيره جايه. انت عندك فيلا اصلا، انا عندي شقه، انا في حاره، انا زي انت انا فلان وعلى حاجه، وده ما بتتحقش. وكل الطلقات عندي 6 عيال اعرفهم اصحابه بنفس الطلقات. طيب خلينا نيجي تاني لحتتنا احنا دلوقتي، احنا كاباء وامهات. اتفضل. انا عندي ولد وحيد او بنت وحيده وهتتجوز وتروح بعيد، هي دي اللي انا عامله لي توقع تبقى بحكي. ماشي. دي مشكله كبيره. طيب لو في مثلا الاثنين مثلا هيهاجموا بعض. اوكي. كبيره في السن ده برضك هيعمل لي توتر مش بهجه، يعني هبقى السند بتاعي لو كانت بنت او ولد هو ما بقاش موجود بين يوم وليله. دي مشكله. اوكي، اشكرك على الصراحه. طيب خلونا، اتفضل اسمعك ونكمل. اتفضل. حسوا ان النوع او الدكتور ما يتسكت يطلع بره، يبقى في نوع من التوتر شديد حتى لما في جمعيه اي وقت التوتر موجود. طيب حضرتك استخدمت كلمه هنا هنرجع لها بعد شويه، كلمه الاعتماديه. قصدك اعتماديه مين على مين؟ الاب والام على الولد او على البنت؟ بالتالي ده ما يتجوز وهم عندهم معاش، فبالتالي الفلوس كلها نسبه كبيره يعني ماشي، سواء ماديا او هنا يمكن اكتر نفسيا او عمليا لوجستيا يعني. ماشي. فاحنا واضح انه لازم يعني نحل المعضله، يعني لازم نشوف حل للمعادله دي. ومن الكتاب المقدس عندنا كلمتين في العلاقه دي ما بين البيتين دول، الولد والبنت مع بابا او ماما، والنهارده بتكلم عن عيالنا اللي اتجوزوا. في كلمتين كبار، حاجتين كبار قوي الانجيل بيوصي الولاد دول يعملوها تجاهنا كاباء وامهات: الاكرام والترك. انا هتكلم عن الاثنين وبعد كده نحاول نترجم ده احنا هنعمل ايه. الحاجه الاولانيه ولازم ابتدي بيها طالما بتكلم الاباء والامهات، غالبا لو بتكلم الاولاد هبتدي بالترك، بس انا معاكم وانت قلت لا لازم ابتدي بالاكرام. اكيد انه الكتاب المقدس بيوصيهم من اول الكتاب المقدس خالص، من اول الناموس، من سفر الخروج: اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب الهك. ربنا ما جاش قال خلاص دي بطلت هنبطلها دي كانت زمان، لا، ما زالت الوصيه للابن او للابنه هو ان يكرم الاب والام. ومحدش فينا يقدر يتخيل انه ابني او بنتي في اي وقت من حياته من ساعه ما بيبقى طفل صغير يعني بعد ما يتجوز وهو كمان يبقى اب انه يبطل يكرمني، يبطل يتعامل معايا. فاكيد جزء اساسي من مسؤوليه الابن في هذه العلاقه تجاهنا كاباء وامهات هو مسؤوليه الاكرام، انه يقدر، يشوفني حاجه كبيره، يعرف انا عملت ايه علشانه. اكيد بيبقى ساعات قلبنا بيتكسر بسبب ابن او ابنه خلاص يعني حاسس ان احنا عملنا لوش حاجه، انا بغلط وبعمل حاجات صح، لكن في الاخر التقدير، الاكرام، ان انا يشوفني ان انا حد بذل حاجه علشانه، اكيد ده امر مهم جدا. ده بيترجم ازاي عمليا بعد الجواز؟ هقول لكم شويه حاجات لان دي شويه هتساعدنا في اللي بعد كده. اني لما اجي اقول الله بيقول للولد يترك اباه وامه او للبنت الاثنين نفس الوصيه، مش بنلغي دول، انا حطيت دول يعني حجر اساس بيقول ان ده ما زال موجود، ده مش هيبطلوا يعملوا. ايه اشكال الاكرام اللي بنتوقعها من ولادنا تكمل بعد ما يتجوزوا؟ عشان ما تجيش تقول لي ما هو اتجوز ساب البيت يعني خلاص ما بقاش يعرفنا ما بقاش، لا، اكيد في اكرام. واحده من الحاجات مثلا التواصل، ان في بيننا وبين بعض علاقه، بيجي وبيحكي وبيزورنا زي ما حد قال هنا من شويه، التجمع لما بنقعد مع بعض ونضحك ونهزر ويبقى عندنا اوقات حلوه، اكيد في مصدر للبهجه، اكيد في مصدر للاكرام. ان ابني او بنتي مهتم يتصل بيا، مهتم يجي يزورني، مهتم يقعد يحكي معايا ويحكي لي عن اللي حصل في حياته واللي حصل في شغله وابنه
ده نوع انا بشعر انه ما زال الولد ده يعني باقي على العلاقه، بيكرمني كأب كأم، في بيننا وبين بعض كلام سواء بالاتصال لو هو بعيد لو هو قريب، على الزيارات والمقابلات. في نفس الوقت زي ما حضرتك قلتي مين اللي قال من شويه انه من الحاجات اللي بنشعر بيها بالاكرام كاولاد وبنات ان لما بشوف ابني عايش بحكمه، كبر بقى مسؤول، بنتي ناس شايله بيت. الانجيل بيقول في سفر الامثال الابن الحكيم يسر اباه. انا وانا شايف ابني استقل بنفسه وعايش وبيدبر اموره، دي حاجه تفرحني، دي حاجه تشعرني بالاكرام. بالبلدي يعني بنقول تعب السنين اللي انا تعبته اهو الثمر بدأ يبان. احنا بنكبر عيالنا، بنعلمه يوضب اوضته وتطبخ ويتصرف في المصروف ازاي، كله ده على امل ايه؟ انه يجي في يوم من الايام عارف يعمل كده لوحده. فانا بشعر بانه بيكرمني لما اشوف ابني عايش بالبتاع. في نفس الوقت تكملة الحياة بحكمة هي الاستقلالية، لان دي هرجع لها بعد شوية وساعات بتزعلنا كأب أو أم إنه ابني بينفصل عني. أكيد أنا ابني الكبير في الجامعة، والسنة دي بتاعت أول سنة جامعة يعني بنشوفه قليل يعني، ودلوقتي النهاردة الصبح رايح كامب مش عارف إيه هيغيب أسبوع، فأنا هتجنن يعني. لسه مراتي بتقول لي الواد ده مش كان لسه صغير وإحنا بنفضل وحاسين السنين مش بتخلص وقاعد طول الوقت، بدأ يختفي وهو لسه في جامعة. ده تخيل بقى لما هيتجوز. طبعا بقول له انت قاعد معانا شويه بس يعني مش عامل روحي شاطر بس مش مهم. لكن في الواقع الانجيل بيقول كمان تاج الشيوخ بنو البنين وفخر البنين اباؤهم. انا بعد سنين لما بكبر ابني الحاجه اللي بتفرحني ان الاقيه قادر يقف لوحده، شايل شيله صح، بيتواصل معايا بيتكلم معايا، لكنه عايش حياته بطريقه بقول اهو الثمر بدأ يبان. ده بيكرمنا مش بيزعلنا زي ما هنيجي بعد شويه، انا هرجع لها عشان تعرفوا ان قصدي ليه بقول كده. لكن اكيد واحنا بنكبر لما عيالنا بيحسوا ان احنا ما زلنا عندنا حاجه نقولها لهم، بيشاورونا بيطلبوا حكمتنا، شايفين ان احنا لسه بنعرف نفكر وبنشاور على بنشورهم بحاجات ويطلبوا مساعدتنا، ويقول لي بابا طب لو انت كنت مكاني كنت عملت ايه، وابتدي احكي له يا ابني انا بعرف كذا وكذا. دي حاجه بتفرحنا بتكرمنا. لكن كمان زي ما حد قال، ويمكن دكتوره كانت بتتكلم شويه عن رعايه كبار السن وكده، احنا بنحتاج رعايه اولادنا وبنطلب مساعدتهم او يسندونا في وقت من الاوقات. ودايما يعني المثل المشهور ان احنا بنشيلهم وهم صغيرين عشان يشيلونا واحنا كبار. فاكيد في نوع من الاكرام في انه بيهتم باحتياجاتي، لو انا محتاج رعايه من نوع خاص هو موجود جنبي وبيسندني. لكن واحده من الحاجات شويه صعبه محتاجه مننا امانه مع نفسنا شويه، ان واحده من الاكرام ان ابني زي ما هو ممتن او بيشكر على التعب والمجهود والسنين والعطاء، اكيد بنشعر اكيد بنبقى مستنيين كلمه شكر. اكيد ما فيش حد بيبقى يعني مش مستني ان ابنه يقول له انت عملت انت عملتي. لكن كمان جزء من الاكرام ان احنا ندرك ان احنا عملنا اخطاء وابني او بنتي بيغفر لي، بيسامحني ان انا مش كل حاجه عملتها كانت بيرفكت او كانت زي الفل، وفي غلطات من عندنا، فده كمان جزء من الاكرام. ليه بقول دول؟ لانه اللي هقوله في اللي جاي ما بيلغيش ده. اكيد وانا بتكلم مع اي ابن او ابنه تجاه ابوه او امه، وكمان بعد شويه هو نفس الحاجات بيحتاج الزوج او الزوجه يعملها مع حماه وحماته. انه يقول مرة كتبت جواب لحماية وحماتي قلت لهم شكرا عشان اللي عملتوه في بنتكم، عشان هي بقيت زوجة صالحة معايا. فببقى عايز ابقى ممتن ليهم، عايز اطلب مشورتهم، عايز ارعاهم لما يكونوا محتاجين رعاية، عايز اوريهم ازاي بيتنا عايش بحكمة وباستقلالية. فانا بعمل كده تجاه كمان البيتين. لكن ده عمليا بيعني انه الجزء ده لازم فعلا يكون متوفي. طبعا يعني ما حدش فينا يقدر يجبر ابنه يكرمه، لكن بنصلي ان ده يكون حاصل. لكن النص الثاني من المعادله اللي احنا نزعل فيه مع بعض شويه معلش، بس يعني رزقنا على الله. احنا
الشق الثاني من الوصية الكتابية والمعادلة بتاعة الديناميكية في العلاقة بين الأبناء المتزوجين والآباء والأمهات هي الترك. بوضوح جدا من أول سفر التكوين، من بداية حديث كلمة ربنا عن الجواز، يقول لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان ويكونان جسدا واحدا. ففي بوضوح إطار معين ربنا حطه، ديزاين، تصميم إلهي، بيقول إنه عند ما يجي الولد أو البنت يتزوج، يبتدي أسرة جديدة، بيت جديد، بيستخدم كلمتين مهمين جدا: يترك ويلتصق. طب يترك عشان يلتصق، يعني ليه هو حط الكلمتين مع بعض؟ الهدف او السبب انه بيسيب ابوه وامه، مش انه بينكر الجميل، مش انه خلاص ما بقاش عايز ابوه وامه ولا بيكرمهم، مش انه خلاص كبر وقال لهم خلاص انتوا خلصتوا دوركم، اطلاقا. الكلمة ربنا بتقول بوضوح ان هذا الترك هدفه المردود بتاعه انه يلتصق، انه في بيت جديد بيتكون، في اسره جديده بتتكون بين زوج وزوجه، محتاجين زي ما قلت لكم في البدايه اللي احنا بنحكي فيه في كورس الزواج، محتاجين يتعلموا يفهموا بعض، محتاجين يتعلموا يبنوا بيتهم، يتعاملوا مع خلافاتهم مع اختلافاتهم، يربوا عيالهم، يعرفوا هي بتفكر ازاي هو بيفكر ازاي. ده محتاج وقت، محتاج مجهود، محتاج تركيز، محتاج انه يقضوا وقت مع بعض اكتر. وبالتالي طبيعي جدا انه عشان يعملوا ده ويدوا له وقت واهتمام اكتر، بيقل الوقت والاهتمام اللي موجود عند بابا وماما. ففكرة الترك هنا قبل ما اقول عمليا دي معناها ايه، لازم ادرك ايه المنطق اللي وراها. ليه الله بيقول للابن او الابنة يترك اباه وامه؟ بيهملهم، بيبطل يكرمهم اطلاقا، بيجحد بالجميل خالص، ما بيطنشهم، ما بيشوفش طلباتهم، ما بيرعاهمش. لا، مش هي دي. لكنه واحدة من الحاجات مثلا، عشان بس أقرب لكم كلمة يترك، احنا بنسمع بالإكليل، في الإكليل: وهو المسؤول عنك بعد والديك. حماية كان فاهمها غلط لما اتجوزنا، فكان عايز ياخد بنته ويمشي، يقول لي بقى يعني انا الاول مش انت. تقول لا لا انكل، يعني حضرتك دورك خلص وانا اللي جيت، انت بس ما حدش شرحها لك. فاحنا الفكره الاساسيه انه انا مثلا ابني بيقضي معايا وقت زي قد كده، بيتواجد في المناسبات بالشكل الفلاني، بيلعب مسؤوليات معينه في بيتنا، مسؤول عن انه يقدم لي حاجات معينه، في حاجات كتير بيعملها. لما بيبتدي يتجوز ابني او بنتي ويبتدي بيت جديد، في دايره جديده بتتخلق في حياته، محتاجه منه اهتمام، رعايه، وقت. فبالتالي بياخد منين الحاجات دي؟ بيسحبها من علاقته بيا، من الوقت اللي بيقضيه معايا، من تواجده معايا، من المسؤوليات اللي بيعملها تجاهي، لانه عنده مكان جديد مسؤول انه او مسؤوله انها تقومه على رجليه. مرة كمان، ده الكلمتين دول يترك ويلتصق. كلمة يترك مش معناها انه بينهي العلاقة معايا، مش معناها انه يترك اباه وامه يعني خلاص لهم طب سلام ما انا كده متجوز. لا، هي اكيد مش دي، ولا معناها سوري، لكن معناها انه في تغيير هيحصل، ولابد احنا كاباء وامهات للولاد دول ندركه ونقبله. هذا التغيير كبير محوري. الأزمة بتحصل لما أنا كبابا أبقى متخيل أو أنا كأم إنه مازال ابني زي ما هو. ما ينفعش أقول له على حاجة ما يبقى يقول لي أنا مش موجود، أصل مش فاضي، أصل مش متاح. ليه؟ هيحصل لنا إيه؟ مش إحنا لسه أنا برضو أمه، مش أنا برضو لسه أبوه؟ لا، في حاجة هتتغير. مش إكرامه ومحبته وتقديره ليا، لكن هذا التغيير الكبير اللي حصل في حياته، اللي بالمناسبة زي ما قلنا من شوية يفرحنا إنه يحصل، يسعدنا إنه ده يحصل في حياة أولادنا، لأن البديل الآخر أصعب. يعني إن هناك تغيير هام، في نقلة حصلت في حياته بتعمل تغيير في شكل الديناميكية بيننا وبين بعض،
في التواصل بيننا، في التواجد، في المناسبات، في المسؤوليات، في المهام المطلوبة منه. في حاجة بتحصل بتتغير نتيجة البيت الجديد، وده معناه أن هناك مزيد من الاستقلالية في حياة ابني أو بنتي. ولو رجعنا بذاكرتنا وهم لسه ثالثة ابتدائي وستة ابتدائي وبيكبروا قدامنا، كان ده منع عنا ان ابني او بنتي يعرف يقوم يوضب سريره لوحده، تعرف تقوم تعمل لنفسها سندوتش، يعرف يقوم يعمل كوبايه الشاي، يعرف يوصل لغايه المدرسه ويرجع. احنا عايزينهم يكبروا. فجأة كبروا لدرجه انه بينفصل، بيترك عشان يبتدي حاجه جديده، حياه جديده، بيت جديد. طب فين يعني؟ ماشي لغايه دلوقتي. نعم. الترك ده بيبقى مرحله اكتر كاعداد في فتره الخطوبه، لان هو فعلا بيبتدي مرحله الترك دي في فتره الخطوبه، ان هو مثلا بيبتدي عايز ينزل يدور على الشقه، عايز يبتدي يجهز، فهو الوقت ده اتسحب فعلا من اهتمام اللي كان بيعمله للاب والام. نفس كلام البنت، نفس كانت بتنزل تجهز. هو فعليا مرحله الترك دي بتبقى شويه قبل الالتصاق، بتبقى مرحله تمهيديه قبل فعليا مرحله الجواز. الى حد ما معاك حق، لكن احنا ما بنبتديش نتواجه حقيقه مع هذا الواقع الا يوم الاكليل بالليل، لما مش بيروح معانا او مش بتروح معانا. يعني اللحظه دي هي اللي بتبقى خلاص فارقه. يعني انا عارف رايح يدور على شقه بس راجع اخر اليوم، رايحه مش عارف تعمل بس جايين. فدي اللي بتبقى خلاص المفصليه. ده بقى طب ماشي، يعني فين الصعوبه؟ فين المشكله؟ يعني انا شايف ان حضراتكم موافقين على كل اللي انا قلته لغايه دلوقتي، ما حدش معترض. يعني انتم وشوشكم بتقول ان هو الراجل ده بيقول كلام كويس. فين المشكله؟ فين المعضله؟ خليني اقولها، يمكن لما اقول عمليا ده معناه ايه نبتدي نتوتر شويه، نبتدي نقلق على اللي هيحصل. نمره واحد، انه الانجيل بيقول التصميم بتاع ربنا، فكره الجواز اللي ربنا عملها، بتقول ان لما يترك اباه وامه يلتصق بامرأته يكونان جسدا واحدا. وفي رسالة قديس بولس الرسول، رسالة بولس اللي بنقراها كتير بنسمعه في الإكليل بوضوح جدا: أيها النساء اخضعنا. إيه ده؟ أنت مش كنت بتقول لهم اكرموا أباك وأمك؟ إيه اللي دخل في الصورة دلوقتي؟ لا لا لا، لهم ثانية واحدة. احنا بدينا نبني دايرة جديدة، فريم جديد، حتة جديدة اسمها أسرة جديدة، بيت جديد، جواز، زوج وزوجة. عشان كده بدأ ينتقل من أيها الأولاد أطيعوا والديكم إلى أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب. أيها الرجال، المفروض كمان الرجالة يعني برضو يكرم أبوه، يراعي والدته. لا، ثانية واحدة، في منظومة جديدة اتخلقت، فبيقول له أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. باختصار بالبلدي المعنى ده هنا إنه نفس الحاجة اللي بنقولها على الترك لما قالها بولس الرسول عن أحبوا واخضعنا، بيقول أن الولاء الأول للزوج والزوجة هو لشريك الحياة، مش لماما، مش لبابا. طبعا الأول والأخير المطلق هو ربنا، خلاص ده مش بيتغير. أنا ولائي وطاعتي وخضوعي الكامل والمطلق من طول حياتي وطول ما أنا ابن ربنا هو لإلهي. لكن في العلاقات الإنسانية انتقل الولاء بتاعي، الخضوع، المحبة الأولى، الانتماء، الاهتمام، التركيز من بابا وماما إلى زوجتي أو زوجي. أقول عملي أكتر أمثلة ولا هنزعل؟ يعني لو يعني ماما ولا مراتك؟ لا، مراتي. بابا ولا جوزك؟ لا، مين الاول؟ اهو شايفين دبلوماسيه بنحاول ان احنا لا، الاثنين لازم يكون الاول. من يسبق هو بيتي الجديد، زوجي او زوجتي. ده كلام ربنا، اعترضوا بقى. ربنا هو ده الديزاين اللي ربنا عمله، ان الولاء الاول في الاهتمام، في الوقت، في العطاء، في التركيز، في تسديد الاحتياجات، في التفاهم، في التواصل. مش معناها طبعا، هرجع مره تاني، مش بلغي الاكرام، مش معناه انه اتجوز فخلاص بيبيع ابوه وامه وبيمشي سوري يعني مراته هي اللي ماشيه او جوزها هو اللي ماشيها وخلاص مالكيش دعوه بابا وماما. مش هو ده. ما زال الاكرام قائم،
ما زال انه يكرم ابوه وامه بالتواصل، بالشكر، بالعطاء، بانه يعيش بحياه تفرحني، بانه يقول لي بابا انا طالب مشورتك وعايز اسمع منك، ماما ممكن تساعدينا في دي، اكيد. بس خلي بالكم هم اللي بيجوا يقولوا انا عايز مشورتك وعايز مساعدتك، مش احنا اللي بنتطوع. فالاكرام، هسمع حضرتك، فالاكرام ما زال موجود. لكن الوجه الاخر للعمله ان هناك شخص ظهر في الحياه هذا الابن او هذه الابنه له انتماءه الاول وولاءه الاول، وهو ده اللي تركيزه ناحيته. اتفضل. دي مشكله برضو حضرتك بتحصل، ان الولد بيبقى مهتم بابوه وامه عشان كبار في السن، تمام؟ نفس الوقت برضه زوجته بتزعل، انت مهتم بابوك وامك وسايبني. اتفضل. الناس اللي بيتكلموا في الموضوع ده بيحط الاثنين، يا مامتك وعيلتك يا زوجتك. النتيجه اللي بتحصل مشاكل جامده، انه افرض ان زوجته مش متجاوبه مع الاكراه، يعني بيتحطوا مثلا في موقف انه مش متجاوبه مع الاكراه، هيعمل ايه؟ ما دي المساله مع ابوه وامه، او العكس. يعني انا مش بشخصن الموضوع، لا العكس. فانت هنا عندك مشكله. المشكله الثانيه، الدايره الثالثه، دايره الاصدقاء برضك. يعني هي دي نقطه مهمه، لان الاصدقاء برضك ممكن يكونوا من الاسباب اللي بيبوظوا العلاقه ما بين لا، سيب دايره الاصدقاء على جنب، وقول دايره حماية وحماتي، بابا ومامة الشريك. ما ده بيت تاني برضه ممكن يكون محتاج رعايه، محتاج اهتمام. فتخيل هذا الزوج وهذه الزوجه محطوط بين حجري الرحى. فانا هرجع تاني للسؤال بتاع حضرتك. 100% جزء من الاكرام هو رعايه الوالدين لو مسنين او بحالتهم الصحيه محتاجه رعايه، محتاجه اوديه الدكتور، محتاج ان انا. لكن ماذا لو ان هذه الرعايه بتوقع بيته؟ انا بكلمكم بصراحه، مش الاوبوزيت، انا بحط الاكستريم الاصعب. لا، ما ممكن يكون برضك، ودي النقطه اللي هي المشكله فعلا، ان يكون العروسه والعريس الجداد دول لازم يبقى في نوع من انواع التفاهم ما بين الطرفين. صح، كنت لسه جاي هاجي للنقطه دي حالا. على فكره دي المعضله، التفاهم ده بالذات لما بتبقى العروسه لا انت بقى معايا عايزين نخرج عايزين نتفسح، انت معايا لا بلاش. ونفس الكلام ممكن يكون العريس شويه عنده الموضوع ده. يعني التفاهم في الجزئيه دي ناحيه الاب والام من العيله دي ومن العيله دي الاخطر في العلاقه. انا كنت جاي للنقطه دي حالا، ان فيما يتعلق بهذين الشريكين الزوج والزوجه، لو عندهم نزاع حصل، كونفليكت، في مشكله ظهرت بتقول اهتمامك بابوك، اهتمامك بوالدتك، اهتمامك بعيلتك، طب وبيتنا، دي ازمه عندهم لازم يتعاملوا معاها. لازم يعرفوا يعملوا، بنسميها مكسب، لازم يعرف يعمل بالانس في حياته، لازم يعمل نوع من التوازن. صح، هم دلوقتي في حاله طوارئ، محتاجه تروح دكتور تكشف، لكن هذه الطوارئ ما بتبقاش، خليني اقول لكم يعني امثله اقرب شويه، مش معناها خليك نايم معايا النهارده لان انا بالليل لازم حد يبقى نايم معايا، خليكي جنبي عشان انا خايفه لألا زي ما كنا بنقول اصحى في نص الليل اقع من على السرير. هذه الحلول طويله المدى لو احنا قلنا، هقول انه لا، لو بيتي اللي محتاجني دلوقتي، شريك حياتي، اولادي، انا هقول لبابا وماما من عيني انا معاكم النهارده الساعتين الصبحيه بس لازم امشي. انا بتكلم اباء وامهات، لو هكلم الازواج والزوجات او الابناء يعني هقول لهم ازاي يهندلوا مع بعض كزوجين القضيه. لكن بتكلم من ناحيتنا احنا، اني لازم ابتدي ادرك ان هناك تغيير حصل، ان ابني ده لغايه كام من سنه فاتت كان شايلنا صبح وليل وبيتحرك معانا وبيلبي طلباتنا وبيجيب لنا الخضار والفاكهه وبيودينا للدكاتره. فجاه لابد ادرك ان هناك تغيير حصل في حياته، في اضافه مسؤوليه جديده، دايره جديده في حياته. يمكن اكون انا محتاج كمان اشترك معاه في حل المشكله دي. اقول له طب خلاص بص، اعمل دي الصبح وانا بالليل هكلم فلان صاحبي او الجاري او البواب او مش عارف ايه، او هبعت اجيب مش عارف ايه، فانا خلاص عشان ما يجيش على وقتك، عشان ما تفضلش انت حاسس انه بالذنب ان انا لا لازم اكون موجود، لازم
لكن احيانا مش بتبقى العمليه كلها طوارئ واحتياجات صحيه واحتياجات نفسيه، احيانا بيبقى، وعشان نبقى صراحه اكتر، ارتباط شديد مني انا كاب او كأم، تعلق، اعتماديه زي ما حد قال من شويه بهذا الابن وهذه الابنه، مش عايزه يبعد. ده طبيعي. انا ما بقولش احنا وحشين احنا بنعمل كده، بس انا بحاول ان احنا نفكر مع بعض ازاي نوصل للفكره بتاعت اني ادرك انه دي حاجه تفرحني ان ابني ينتقل لبيت جديد لحياه جديده، واقبل طوعيه اني افلت الزمام من ايدي انه ينطلق. كلنا وعيالنا بيكبروا. دكتور جيمس دافسون المؤسس بتاع فوكس اند فاميلي كان عنده مثال كده بيستخدمه في الكتب، ان عيالنا عاملين زي الطياره الورق. فاكر الطياره بتاعت اسكندريه بتاعت زمان دي، اللي هي في الاول تبقى كلها في ايدي وفي خيط يبتدي الخيط يطلع فالطياره تطلع لفوق، وكل ما بتطلع لفوق الهواء يشدها، اروح انا احاول اسيطر عليها اشدها لغايه لما الخيط كله يفك والطياره تبقى فوق خالص. وكتير مننا احنا صغيرين ضاعت مننا الطياره. انا ضاعت مني طياره في المعموره من 35 سنه لسه بدور عليها، بس يعني فاحنا لا اكتر شويه 35، انا اكبر من كده شويه. فاحنا اولادنا عاملين زي الطياره الورق دي، زي الكايت دي، اللي هي بعد شويه لازم ايدي تفك وتطير، والا لو فضل مربوط انا مش هبقى فرحان بعد شويه، ولا بيته هيبقى بيكسب في الوقت ده. صح، يعني في حالات طوارئ، في ظروف قاسيه، في ناس بتضطر مثلا انه، يعني انا امي كانت في ايامها الاخيره كان عندها كانسر، وكانت بتروح للادويه وللعلاج، وجت اقامت عندنا في بيتنا لمده سنه، وكانت مصره ان هي تروح. وزوجتي وانا قلنا لا، انت قاعده معانا لغايه لما تخلصي الرحله بتاعت العلاج بتاعتك. وكانت موجوده ومش موجوده، يعني موجوده لكنها عمرها ما بتقول هتعملوا ايه اكله، بغض النظر، يعني مش هدخل في الحته بتاعه التدخل بتاع في تفاصيل البيت. لكن عايز اقول اضطرينا في وقت انها لازم عشان يتم رعايتها في المرحله دي ان لازم تكون جنبنا، لازم نكون معاها. لكن ده ما كانش الديفولت، ما كانش الوضع الطبيعي، ما كانش الحاجه اللي بالتلقائي انه الو تعالى، الو روحي، ايوه انا معاك. كانت بتقول لا خلاص اعملوا انتوا حاجتكم. وجينا في وقت كنا مسافرين بره مصر وكنا طب هنعمل ايه؟ طب قالت ما تعلوش همي، انا الدنيا ماشيه، شوفوا انتوا بيتكم وحياتكم وشغلكم ودنيتكم، وهو اختك معايا واهو اخويا معايا، لو عوزت حاجه انا اكيد هكلمك. احساسها بانه الابن ده او البنت دي عندهم كمان بيت بيبتدي وعندهم حياه محتاجه اهتمام وتركيز. بقبل فكره، سامحوني معلش، ولازم نبتدي نفكر فيها شويه، اني انا كبابا او ماما رقم 2 مش رقم 1. ولما لو يعني رقم امتى بيتزق، في طوارئ، في اهتمام، في رعايه، في جزء من الاكرام اكيد. لكن النهارده هناك حد في حياته محتاج اهتمام، او في حياتها محتاج اهتمام وانتباه ورعايه وتركيز، ويتبني البيت ده. كلنا عارفين ان اولادنا وهم متجوزين جديد عايزين وقت ومجهود وتركيز، وبيمروا بصراعات والدنيا مش سهله. بالعكس النهارده للاسف زي ما الاستاذ هنا كان بيقول من شويه، كم الزيجات اللي بتنهار وسط الشباب الصغيرين تكسر القلب. ليه؟ لانه كل واحد اللي مشغول في حياته ودنيته وبيجري ومش مركز مع شريك حياته. اتفضل. اوكي اتفضل. الاب والام لما ابنهم بيبقى رايح الشغل كله ربنا معاه، الزوجه نفس الكلام، جوزها رايح الشغل ربنا معاه. لكن الاب والام ابنهم الوقت كله رايح لزوجته، لا ما ينفعش. مع انه لو اليوم كله في الشغل ما فيش مشكله. والعكس برضه، الزوجه لو شايفه جوزها في الشغل اليوم كله ما فيش مشكله، لكن رايح لباباه ومامته لا، كده في مشكله. الاب والام لما كانوا صغيرين كانوا ما بيحبوش حد يتدخل في حياتهم وهم صغيرين، لكن لما بيكبروا يحبوا يتدخلوا في حياه
ولادهم. طيب هاجي الحته بتاعت التدخل عشان ما نسيبهاش، دي مهمه قوي. نقطه تانية فيها 3 جزئيات، وبعد كده هبقى انا خلصت الفكره اللي انا عايز اثيرها معاك. فكره الاستقلاليه، الترك والالتصاق، انه يترك اباه وامه ويلتصق، زي ما ولاؤه وانتمائه وتركيزه وانتباهه رايح لحد جديد في حياته. هو الحقيقه هو بيت، هو مش مجرد شخص يعني بيتنافس عليا، يعني مش ما سرقتهوش مني ما سرقهاش مني، لا، هو بيت جديد بيبتدي، فليه ولاؤه الاول. هناك جزئيه اخرى تجاه ابني او بنتي لازم ادركها، وهو استقلاليته، انه بدا يبقى عنده حياه مستقله منفصله عني، وليها 3 جزئيات. اصعبهم هي دي الاستقلاليه العاطفيه. فخليني اقولها لكم بمقوله من كتاب لكاتب مشهور اسمه تيموثي كيلر، بيقول كده: اذا كانت رعايه الوالدين واستحسانهما يشكلان المصدر الاساسي للشعور بقيمه الذات والثقه بالنفس، فانك ستكون، بيتكلم الولاد، فانك ستكون مفرطا في الاعتماديه على والديك اذا كانا صالحين، بينما ستكون غاضبا منهما بشكل لا يحتمل اذا لم يكونا كذلك. بمعنى انك لما انت كبرت وبدا يبقى عندك بيت واسره، لو تركيزك الاكبر، المصدر الاساسي لاحساسك بثقتك بنفسك، بالرضا، بالقيمه، هو رضا ابويا وامي عليا، اني عشان ما ازعلهمش، عشان اعمل لها اللي هي عايزاه، عشان اعمل لابويا اللي هو عايزه عشان ما يزعلش، ده هيتحول الى افراط في الاعتماديه النفسيه العاطفيه بتاعتك على ابوك وامك. فلو هم كويسين هيتحول ان ده افراط في الاعتماديه، لو هم وحشين هيتحول الى افراط في الغضب وعدم الرضا وان انا متضايق منهم. بمعنى اخر، انه واحده من الحاجات اللي لازم ابني او بنتي يكبر فيها، ان يكون حياته مش واقفه على ان انا كده هزعل منك بابا او ماما، زي ما كنا بعمل معاه وانا صغير، بابا هيزعل منك لما تعمل كده. لا، دلوقتي عنده معايير اخرى وعنده امور اخرى، هو استقل، كبر، صح، اكيد رضا الاب ورضا الام مهمين، بس مش هو ده مصدر حياتي، مصدر قيمتي، مصدر احساسي بثقتي بنفسي، مصدر احساسي بانه انا كده حياتي ماشيه كويس. لانه في اوقات بعمل حاجه معينه وبابا او ماما مش هي دي اللي على باله، يعني مش هو ده اللي عايزها. بس ده اختياري، انا اخترت اعمل كده النهارده. احنا اولادنا من سن 4 سنين و5 سنين دلوقتي بيبقوا عايزين يختاروا، مش لما بيتجوزوا بس. فالاستقلاليه العاطفيه النفسيه بتاعه محبتهم ليا مش بتخليني هانديكابت، معاق، بحيث ان انا مش قادر اخد خطوه غير لما يكون راضي عني، غير لما تكون راضيه عني امي او ابويا. فاحنا صحيح انه بنحب عيالنا وعايزينهم احسن ناس في الدنيا، وعايزينهم ما يغلطوش، وعايزينهم يعملوا الصح، فبنحاول ننصحهم وبنحاول نقول لهم ايه الصح وايه الغلط، بس هم اصحاب القرار. ولو خد قراره وانا مش مرتاح قوي للقرار ده، لازم اقبل ان هو مستقل عني فيما يتعلق في حاجه في مايك تاني شغال، ممكن لو نطفيه بس نقفله، يمكن هو ده اللي عامل الشاشه. لابد اقبل انه ابني او بنتي بقى عنده حياته المستقله اللي صح. جزء مره كمان انا مش بنسى، بذكركم مره كمان، جزء من اكرامه ليا كاب او ام انه بيطلب مشورتي، بيطلب حكمتي، بيعرف ان انا بعرف اساعده في حاجات معينه، فبيجي ويحكي معايا وياخد رايي، لكن في الاخر هو رضاه عن نفسه، رضاه عن انه انا نجحت او ما نجحتش، انا قدرت اعملها ولا لا، مش بناء على انا سمعت كلام بابا وماما ولا لا، بناء على اني درست القضيه. خدت راي بابا، يمكن ما عملتش برايه، لكن كان لازم يبقى ليها حسبه تاني، ويمكن كان بابا معاه حق، بس في الاخر مش علشان على حساب ان انا استحسانهم او رضاهم عني او موافقتهم عليا
او هاجي الحته اصعب شويه بعد شويه، باجي على حياتي وعلى بيتي. فالترك يعني اني انا استقليت عاطفيا نفسيا، نضجت، وده احلى حاجه كلنا نفسنا فيها، ان ابني وبنتي يبقى ناضج كبير بما يكفي انه قادر يعمل ضبط النفس، قادر يسعد بقراراته، او لما بيحصل حاجه غلط بيدرك ده. لكن الحاجه الثانيه في الاستقلاليه غير الاستقلاليه العاطفيه، الاستقلاليه المهنيه. خليني اخلص النقطتين دول بعد كده اسمح لك. انا عارف انه كتير مننا كاباء وامهات ببقى نفسي ابني يشيل الشركه من بعدي، او يبقى هو بيشتغل الشغلانه الفلانيه. ما اخبيش عليكم، انا دخلت كليه الطب ارضاء لامي، انا اصلا طبيب لكني النهارده ترينر، لاني ده اللي بحبه، ده اللي انا عايز اعمله. وامي في اخر كام سنه من حياتها قالت لي انا طالما انت فرحان انا مبسوط. انا بذكر امي بالخير، امي بطله، هي مع الرب من سنين طويله، لكن صنعت مننا رجال، واختي كمان لسنين طويله، وهي كانت امراه ارمله لكنها بطله. بشكر ربنا علشان السنين طويله في حياتها. لكن لما كنت بفكر استقيل من الحكومه واسيب الطب، طبعا امي لطمت، احنا صعايده والطب بالنسبه لنا الدكتور حاجه كبيره، يعني الطب هتسيب الطب وتشتغل في ايه وهتعمل ايه؟ وكانت قصه وكان صراع. قالت لي عايز تجرب، خلاص يعني جرب يعني. وبعد كده بدات تقول لي انت مبسوط؟ حاسس انك انت راضي عن اللي بتعمله؟ انت حاسس انك انت بتعمل حاجه مبسوط بيها؟ خلاص انا مرتاح. سواء قالت لي كده او ما قالتش، كان قراري ان انا اخد الخطوه دي، هو استقلاليتي هو. لكن معلش خلينا نتكلم بصراحه برضو اكتر تاني، زي ما قلت لكم انا مش عارف ان ده حصل ولا مش حاصل، بس بتكلم بامثله عامه. انه ساعات ببقى عايز ابني يكون في الموقع ده، في الدراسه دي، في الشغل ده، في المكان ده، خاصة لو أنا مثلا بزنس مان، لو أنا عندي البزنس بتاعي، لو أنا شايف له إنه أحسن حاجة إنه يكون أستاذ في الجامعة، مش ما يكونش مثلا عنده تجارة. أو هذه الاستقلالية المهنية جزء من الترك بتاع أبوه وأمه وبدء حياته الجديدة، ومرتبط بيها أيضا شوية لكن ليها أبعاد أخرى، هي الاستقلالية المادية، الفلوس. إنه ساعات كتير أنا كبابا أو ماما، صح كلنا، ما اعتقدش انه في اي حد من اولاد حضراتكم لو موجود معايا هيختلف معايا في الحته دي، ان لا كنت اقدر ابتدي حياتي من غير مسانده اهلي وامي، ولا اقدر اقف على رجليا من غيرهم. اكيد كلنا، ما فيش حد فينا يعني عمل نفسه. انا صناعه هذه الام وهذه الاسره وخلاني والناس اللي اشتغلوا في حياتي علشان اكون انا مين، واني عشان اجيب شقه وعشان ابتدي حياتي وعشان ابتدي جوازي. لكن في نفس الوقت لابد يكون عندي وقت ان انا بقول خلاص دي الميزانيه بتاعتنا، انا ومراتي عارفين دخلنا كام، بنعمل ايه، قادرين نجيب دي مش قادرين نجيب دي. لما كنا بنتجوز وما كناش وقلنا مش هنجيب سفره، فكانت برضو واحده من الكبائر، يعني ايه تتجوزوا بيتكم ما فيش سفره؟ يعني ايه؟ طب هنساعدكم؟ لا مش عايزين، احنا مبسوطين كده، احنا شويه احنا جبنا ترابيزه مكسوره كده مستعمله وحطينا عليها مفرش جميل وبقت دي السفره بتاعتنا، وعملنا عليها عزومات عادي مفيش مشكله، وعشنا من غير سفره. طب اجلوا فرحكم عشان تعرفوا؟ لا مش هنأجل، احنا ده اختيارنا. طب تحبوا ان احنا نسلفكم مش او نديكم؟ أو لا احنا كده كويسين. صح في حاجات ساعدونا فيها وقفونا فيها على رجلينا، لكن كان عندنا اختيارات باستقلاليه ماديه. محدش قال لنا مرتبك كام، طب هتعرفوا تعيشوا، طب هتعيشوا ازاي بالاقساط اللي عليكم ولا مش عارف ايه. خلاص مش ده اختياركم، مش ده بيتكم، مش انتوا بتبتدوا كده. سامحوني ساعات من ارتباطنا باولادنا صح بيبقى عندنا، لا افترض سوء النيه، بالعكس انا كأب او ام عايز ابني يعيش احسن عيشه واحسن بيت، ويبقى بياكل احسن اكل ويدخل عياله احسن مدارس وبيركب احسن عربيه، فبقول له لا خد، لا اعمل دي، اهم اشتري بيهم، معلش في اللي جاي يعني، العربيه اللي هقول لك عليها، البوتاجاز اللي انا شايفاه كويس، هو ده الاحسن مدرسه تدخل ابنك، وانا رايحه معاك عشان ادفع لك القسط. احنا دي مش عايزين نعمل كده، احنا عندنا قرار تاني، عندنا فكره اخرى كزوجين. انا بحاول اشجعكم، انا مش شاطر في الامثله، ولاني يمكن
الناحيه الثانيه من المعادله، فانا مش قادر اقول الاقرب يمكن في بعض الحاجات ليكم. لكن اللي انا عايز نفكر فيه مع بعض، بصوا الايه دي في رساله قديس بولس الرسول لاهل تسالونيكي الاولى. هو بيوصي ولاده شعبه وكنيسته: انما اطلب اليكم ايها الاخوه ان تحرصوا على ان تكونوا هادئين وتمارسوا اموركم الخاصه، اي تديروا شؤون حياتكم وتشتغلوا بايديكم انتم كما اوصيناكم، لكي تسلكوا بلياقه عند الذين هم من خارج، ولا تكون لكم حاجه الى احد. احد هنا دي بما فيها بابا وماما، لانه ساعات كتير تدخلنا في شؤون اولادنا وعدم ان انا بسيب لهم فرصه ان هم يعملوا الحكايه بتاعت يترك اباه وامه ويلتصق بامراته، احيانا بيكون الماده جزء منها. ان انا لسه بديك مرتب، لسه بطلب منك انك تعمل حاجات معينه بيزد على ان انا الممول. وعشان نكون صراحه يعني اللي بيمول هو اللي يعني بيقول يعني هو يعني لو في اي شركه صاحب التمويل ليه الصوت الاعلى. فجزء منها طبعا لو انا بساعد ابني عايز يقف على رجليه بنفس صافيه، خلاص اعمل اللي انت عايزه بالفلوس دي. احيانا لو هو قبل اوكي، لو هو رفض وقال لك لا بابا لا يا ماما احنا هنعمل ده بنفسنا، اقبل ده. اقبل انه جزء من انفصاله من استقلاليته من بيتهم الجديد هو ماديا ايضا، زي ما هو مهنيا، زي ما بيختار شغلانه معينه او يجرب في مجال معين. حد قال حاجه عن انه هيهاجروا بصفه عامه، انا مش هناقش قضيه الهجره، انا مش هو ده الموضوع بتاعي، لكن لو ده اختيار بيفكروا فيه انه هيجربوا وهيعيشوا بره، طب وابوك وامك هو عنده بيت بيبتدي هو يترك اباه وامه وبياخد مع مراته او بتاخد مع جوزها قرار زي ده، ايا كان مدى صحته وخطأه. طب نحكي مع بعض، طب نصلي، طب نفكر، طب ندرس الموضوع. لو ابني طلب مشورتي، طلب مساعدتي، انا بقدمها بنفس راضيه. لو هو بدأ يسمع مني وخد قرار مخالف، انا بقبل انه في مرحله من الاستقلاليه اللي بتنجح بيته. ليه انا بقول الموضوع ده وليه احنا بنشمله في كورس عن الزواج الناجح؟ لانه سر من اسرار نجاح البيت هو ازاي الابن والابنه بيديروا العلاقه مع الاهل ومع اهل شريك الحياه، مع الاب والام والحما والحماه. ولو احنا من ناحيتنا كاباء وامهات ما ساعدناهمش يعملوا كده، احنا مش بنساعدهم يقوموا بيتهم، مش بنساعدهم يقفوا على رجليهم ويبقى عندهم زواج ناجح. بالعكس، لو بنتك لو ابنك جالك وقال لك ماما حبيبي انتوا كبار، انتوا تقدروا تعملوها لوحدكم. حد قال انه بيحابي لحد على حسابها، مش بس بيحابي، لكن حتى وجهة نظري او تدخلي ايا كان في صف مين على حساب مين، احيانا بيقزم عيالنا، بيخلي عيالنا عندهم هذا النوع من الاعتماد على رأي آخر، فهو مش عارف يهندل الموضوع. وساعات كتير بطريقة تربية معينة أو إنه بيكبر بطريقة معينة في بيت، فبيظن إنه بعد ما يتجوز هيفضل نفس الوضع اللي هتقول عليه ماما، اللي شايفه بابا، اللي لا أنت النهاردة استقليت ببيت جديد. حتى لو البيت ده أنا ما أعرفش برضو، لكن هفترض يعني حتى لو في الشقة اللي تحتنا أو في الشقة اللي قصادنا، ما زال ده بيت جديد، باب مقفول. حتى لو عايشين معايا في نفس البيت، ما زال ليهم أسرتهم، ليهم قراراتهم، ليهم اختياراتهم. طبعا كل الأمثلة دي بتصعب المهم، بتبقى أصعب. فأنا الأفضل إنه يبعد شوية، يبقى على مسافة نص ساعة سواقة، فيبتدوا يستقلوا، ما يبقاش يعني ريحه الطبيخ اللي معمول هم عارفين احنا طابخين ايه النهارده، يعني احنا سايبينهم يعملوها زي ما بيعملوها. ولما مرات ابني بتبوظ الطبخه ما بعرفش، خلاص ما حرين يعني. فانا الاستقلاليه هنا، الثلاث نقط بتوع الاستقلاليه اللي بتكمل الفكره بتاعت الولاء والانتماء الاول، استقلاليه عاطفيه ومهنيه وماديه، هو ما يجب أن نكون إحنا كآباء وأمهات بنرجوه لعيالنا، بنساعدهم يعملوه، بنفرح إن نشوفه متحقق. هسمع حضرتك، بس كان في إيد من شوية أنا قلت له هرجع لك أسمع حضرتك وبعد كده أسمعك. اتفضل.
ممكن المايك عشان بس النسبه. انا عايز اقول حاجه صغيره بس. موضوع الاستقلاليه المفروض ان انا اكون مدرك بالنقط الاستقلاليه اللي حضرتك اتكلمت فيها، اكون ايه سوري؟ مدرك ليها، مدرك احترمها واحميها. يعني انا كأب دوري ان انا احترم استقلاليه ابني واسرته الجديده، وان انا احميها، ان انا ما اتدخلش، ان انا احط يعني ابقى عامل زي سور، زي حيطه بيني، يعني ان حتى لما بيجي يشورني في حاجه ما يبقاش ما اقولوش رايي ان انا لو ما عملتش كذا انت الدنيا هتبوظ، لا، اديله راي بمناقشه، بفتح معاه نقط. يعني حتى طريقه المشوره لازم تكون مختلفه شويه عن ان انا بديله قرار. اوكي اشكرك. الحته اللي قبل منها برضو موضوع الاولويات، ان انا عرفت ان الاسره الجديده دي المفروض ترتيب الاولويات، الاسره الصغيره اللي اتبنت دي رقم 1 وانا رقم 2. وادراكي للموضوع ده بيخليني اقدر احافظ على المسافه واحافظ على البيت ده انه ينضج ويكبر، ولان عنده مسؤوليات اكتر وعنده اولاد، حتى لو هو هيتفسح مع مراته، حتى لو يعمل حاجه، لان ده كل ده حاجه مكتمله للاسره الجديده. اوكي اشكرك، اتفضلي. ده بيبقى عندنا من اهل الزوج مش انا صوتي عالي. التدخل ده اصلا بيبقى اكتر في اهل الزوج من عن اهل الزوجه. يعني انا لو انا لو انا تعبانه وبنتي قالت لي هجيلك، لا يا حبيبتي خليكي في بيتك انا هعرف اتصرف. انما لو ام الزوج لا، ده لازم هو اللي يوديني، ده انا اللي ربيته، ده انا مختلف. انا هبقى عايزه السلام لبيت بنتي وان انا ابقى نمره مش 2 3 و4 و5 عشان بنتي تبقى سعيده. ولو انا حتى جوز بنتي مضايقني في حاجه مش هرضى اواجهه بيها او اخد رد فعل يضايقه علشان ما يطلعوش عليها. انما العكس لا، تلاقي مرات الحما والده الولد او الزوج ما بتفوتش، وهي كانت تلاقي زي ابني، وهو احنا كانت طايله مش عارف ايه. الوضع مختلف بين ام الزوجه وام الزوج. مش دايما مش قاعده ثابته، لا يعني مش متفق مع حضرتك. يمكن بتتكلمي عن مثال بيحصل لكن مش شرط يكون هو الوضع الحقيقي. اتفضل، في ايد في الاخر خالص، بس حضرتك كنت رافع ايدك في الاول، اتفضل. اولا انا بشكر حضرتك جدا لان الموضوع فيري انترستنج بدليل هذا النقاش الكبير. انا سعيد بيه برضه. والحقيقه ندعوك ان الامور يمكن نحتاج حضرتك مره اخرى، لان واضح ان الموضوع فيه نقاشات كتيره. بكل سرور. في بس نقطه مهمه، هو احنا بنقول، احنا بنتكلم دلوقتي كاباء وامهات ولادنا اتجوزوا، مش كده؟ تمام. احنا بنتكلم في الليفل ده. ما نقدرش ندي اوردرز اللي هو احترموا كذا، اعملوا ونتغافل عن البعد النفسي الطبيعي اللي موجود عند اي اب وام. ابنه بيكون بيت جديد وبيعمل وترك فراغ، شئنا ام ابينا، لان هو فعلا زي ما حضرتك بتقول بقت اولويته في بيته وليه مسؤوليات واهتمامات. انا بقيت نمبر 2. حضرتك بتقولي ايه؟ اقبلها. انا متفق جدا مع حضرتك، لكن لابد من اعطاء، مش عايز اقول بدائل، لكن زمان كانوا يقولوا لنا لما يبقى في الكوبايه فيها شويه ميه من تحت وعايز احط ميه تاني، انا ما بحش الهواء الاول، صح؟ ما بحش الهواء وبعدين اروح احط مكان الهواء اللي انا شلته، ده حاجه. لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا محتاجين نملى. لما بملى شويه في الكوبايه الهواء النيجاتيف ده اوتوماتيكالي بينطرد، فانا ما بطردش النيجاتيف، ان انا بطلعه الاول وبعدين احط. عايز اقول ايه؟ ادراكي انا كأب وام لان ابني بقى ليه اهتمامات اخرى ومسؤوليات اخرى ليها الاولويه، وده شيء طبيعي. لابد انا بقى ادرك ان انا محتاج املى الفراغ ده بحاجه اخرى. اوكي. بمعنى ان انا ممكن احط اولويات معينه تانية انا كمان ليا، احب املى حياتي بامور اخرى، زي
التواجد في الكنيسه، خدمه معينه في الكنيسه، قرايه او دراسه حاجه معينه كان نفسي اعملها، كتب كان نفسي اقراها. يعني انا ممكن املى الفراغ اللي هيحدث شئنا ام ابينا، واحتياج نفسي هيحدث شئنا ام ابينا. ما اقدرش امر الناس الكبار واقول لهم انت لازم تفهم ان ابنك بقى لازم تعمل كذا. ما هو ده عوز نفسي واحتياج نفسي طبيعي، احترمه واديله بعض البدائل وانصحه ببعض البدائل الاخرى، مش تو ريبليس هيز سن، مش هيبدل ابنه باهتمامات، بس لكن الامر ده هيعمل له عوز وهيعمل له فراغ. لابد من انه يحط هو بقى بلان، سواء مع زوجته او هم يقعدوا مع بعض يشوفوا بقى، يبداوا يحطوا نشاطات تانية في حياتهم تملى حياتهم وتسد جزء من الفراغ. شكرا جدا على الاضافه. وانا كان الموضوع كله واقع في الحته بتاعت الادراك الاولانيه، صح؟ حضرتك بتتكلم كماله للموضوع، لكن احنا ما زلنا لو لم ندرك الاولانيه دي مش هنعمل الثانيه. فصح، معك حق. كان في اتفضل. طبعا لسه في بدايه حياتي وكده، فطبعا كان مشروعي اللي كنت عامله ما كانش مكفيني كمصاريف، فكان والدي طبعا بيساعدني في البيت، والعربيه اللي كنت راكبها كان هو اللي جايبها لي. فلما جيت في مره كنت عايز اغيرها لان ما كانتش مكيفه، فجبت عربيه مكيفه من غير ما اقول له. قال لي ازاي تعمل كده من غير ما تقول لي؟ فعلا الاستقلاليه الماديه، صح، لان عربيته في الاخر. معاك حق. اتفضل. يمكن في البدايه الطبيعي ان البيت هو اللي يتكلم مع الولد وابنه، خصوصا لما يكون في ثانويه او جامعه او مقبل على الجواز، ان يبقى في تفاهم بينه ما بين زوجته او الراجل مع المدام بتاعته. انا معلق بس على مدام فيفيان، ممكن يكون البنت مضايقه جوزها هو بيعاندها، تمام، لكن لو في تفاهم بينهم وبين بعض اكيد مش هيحصل حاجه. هتروح عند مامتك، هتروح عند باباكي، تمام، هنا يبقى في تفاهم بين الاثنين. لكن برضه برجع بقول المشكله والمشاكل كتيره قوي في الفترات الخطريه ان دايما الاب بيقف مع ابنه، البنت اهلها بيقفوا معاها، لكن لو الاب بيقول الصح فين والام تقول الصح فين، ما تقفش مع بنتها، اكيد مش هيبقى في مشاكل. او ما يقولش حاجه خالص. فندم؟ او ما يقولش حاجه خالص. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، واحده من الحاجات لما بنتكلم في الموضوع بتاع حل النزاعات او فض النزاع او ريزولفنج كونفليكت مع الازواج والزوجات، واحده من الحاجات اللي انا بصر عليها كل مره ان اقول للزوج او الزوجه لما تكون بتتخانقوا ما تسيبش مكانك، ما تروحيش اوضتك، ما تقفلش على نفسك، ما تروحيش عند ماما، ما تروحش عند اخوك، ما ترزعش الباب وتطلع، افضل قاعدين، لان ده اللي بيدي فرصه لحل المشكله. ساعات كتير انهم يبقوا فرق. صح، انا بقول استنوا لما تهدوا، ما تتصافوش دلوقتي، صح، خدوا فرصه، بس احيان كتير لما بدخل اطراف زياده المشكله بتتعقد، بتزيد. صح، اكيد كلنا محتاجين لناس في حياتنا، واكيد ببقى محتاج حد يقف معايا ويفهمني ويسمعني، بس انا بشجع الازواج والزوجات بالذات في سنين حياتهم الاولى، هم لسه بيبتدوا يفهموا بعض، مش عارفين، خليكوا كتفكم في كتف بعض، اسمعوا بعض. بالظبط، ان انا بديت ان انا اعمل فرق، احيد ناس على حساب ناس عشان كده واحده من الحاجات، لو انا اب وجالي ابني بيشتكي من مراته، اقول له روح حل مشكلتك مع مراتك، اقعدوا مع بعض اتكلموا الاول. انت اتكلمتوا؟ اتكلمنا مفيش فايده، اتكلموا تاني، اتكلمنا تاني، اتكلموا تالت، صلوا مع بعض، حاولوا تحلوها، اقروا حاجه، احضروا حاجه مع بعض، ما تجيش عشان تستقوى بيا، عشان ده جزء منه. انا دخلنا في حته تاني شويه، بس جزء منه هو ادراكنا كاباء وامهات ان ابني وبنتي لازم يكبر فيتعلم يبقى نفسيا ناضج، ماديا، مهنيا. انا اتكلمت في 3 نقط بما يكفي انه مسؤول، انه يقدر يعملها لوحده، ولو باظت منه يتعلم ويعملها، مش لازم انقذه.
مش لازم اتدخل. عشان كده يترك اباه وامه عمليا دي مش سهله، انا مقر مع حضرتك الموضوع صعب، عشان كده بنفتحه. ولو هو سهل وعادي وبيحصل ما كناش عملنا له وقت وقعدنا واتناقشنا فيه، لانه صعب. نعم صح. او بساله بقول له تحب تسمع رايي؟ انا وجهه نظري كذا كذا، بس انت فكر وقرر. يعني مش بتطوع ان اخد له القرار. اتفضل. أنا بشوف مع الأسف الخلاف اللي بيحصل. سامعينك شغال. هو بالنسبة للحما والحماة دول أكيد بيحبوا أولادهم جدا وبيخافوا عليهم جدا، بس بيتصرفوا بطريقتهم هم وبحياتهم هم، وعايزين مثلا مرات ابنهم تبقى واحدة منهم وتطبع بطبعهم وده طبعا خطأ جدا جدا، لأن هي ليها حياتها وليها يعني هي حاجة كويسة مثلا بتقول لها مثلا لا ممكن نعمل كذا كذا وبمحبة وكل حاجة، بس هي عايزة تعيش برضه حياتها. ما هو عايزة تعيش برضه وتربي بطريقتها. وعشان حضرتك بتقول يترك الرجل اباه وامه والتصق ما فعلا ليه فلسفه حياه برضه زي ما مراته ليها فلسفه حياه. فاحنا كلنا هي على فكره هي مش بتبقى مشكله، هو في محبه والمحبه موجوده جدا بالظبط، بس الطريقه بتصعب الدنيا، بتخلي حتى ممكن الزوج لو انسان مع الاسف ما عندوش حكمه، لا ده ماما هي اللي بتفهم، ده بابا هو ماشي بس انت كده بتخلق شرخ وبتخلق مشكله بتتطور المشكله. المثل بيقول من الحب ما قتل، فهو احنا ساعات بدافع الحب والحمايه بالظبط وبتوصل لمشكله كبيره، وفي النهايه هتلاقيهم اسره محترمه جدا دول او دول وناس طيبين جدا دول او دول وتوصل لحاجات كبيره. لا وبضيف على كلام حضرتك كمان شويه، لازم ادرك كمان انه ابني ومراته او بنتي وجوزها هما الاثنين مختلفين. انا يمكن ربيت ابني بطريقه معينه وعارف دماغه، بس البنت دي مختلفه، وده في حد ذاته صعوبه عندهم في جوازهم. فانا بضيف عليه صعوبه جديده ان انا عايز احطه او احطها في القالب بتاعنا. هما مختلفين وهيهندلوا الاختلاف ده، بيتعلموا ازاي يتطبعوا مع بعض، ازاي يقربوا من بعض، ازاي يبقى في بينهم من بعض تفاهم من غير ما يبقى في حد تاني طرف اخر بيزود هذه الصعوبه. مره كمان الخص اللي انا قلته بعد كده، انا عايز بس قبل ما امشي نعمل حاجه. احنا عندنا ورق واقلام وهنشتغل بيهم، فانا ممكن حد يتعب، هم موجودين بره على الترابيزه في ورق واقلام هنجيبهم للناس. المعنى العملي لكلمه يترك ويلتصق، احنا قلنا الاول ان في اكرام، اكيد ما زالت الوصيه قائمه، اكرم اباك وامك، اول وصيه بوعد، دي الحاجه اللي ربنا طالبها. ولا يوجد حد يقول لانك اتجوزت خلاص انسى ابوك وامك ويتصرفوا هم مع نفسهم، اكيد لا. وما زال هذا الاكرام بنوصي بيه الاولاد، ولازم يكونوا، لازم ابقى فاهم ان هذا الاكرام انا بتوقعه كالحد الادنى في العلاقه، لكن هذا الاكرام لا يعني اني بتوقع منه ان نفس اللي كان بيحصل قبل كده بنفس الطريقه بنفس التعامل بنفس الاهتمام بنفس الوقت لسه موجود. ليه؟ لانه عنده وصيه اخرى بتقول او بيقول لها او بالكتاب بيقول له او بيقول لها يترك اباه وامه ويتحد يلتصق. كلمه قويه جدا، بيبني وحدانيه جديده. لو سمحتوا لي احنا كاباء وامهات اكتر ناس يبقى على قلبنا ان نشوفهم يبقوا جسد واحد زي ما بيقول الانجيل. فعشان كده مش لازم نكون عامل معطل لهذه الوحدانيه. ازاي؟ اني اساعد في حاجتين، ان يكون ولاؤه الاول، تفكيره الاول، اهتمامه الاول هو بيته الجديد. صح لازم يستمر يكرمني، صح، لكن هو عنده حد جديد بياخد الاهتمام الاول عشان يقوم المشروع الجديد ده، عشان يقدر يكبره، عشان يقدر يوصل للي الله نفسه فيه اللي شايفه لهم يكونوا جسد واحد. دي بتاخد سنين، بتاخد مجهود وبتاخد وقت. والحاجه الثانيه غير الولاء الاول هو الاستقلاليه. ازاي اني اقبل ان ابني او بنتي خلاص بقى عنده حياته اللي بياخد قراراته اللي بيفكر فيها في رضا عن نفسه وعن حياته، في قراراته الماديه او المهنيه اللي انا دوري فيه استشاري.
لو طلب رايي، لو عايز مساعده، لكن في الاخر دي حياتهم هم اللي لازم يقوموها. انا عايز نعمل حاجه دلوقتي. انا كنت عامل فكرتين بس يمكن عشان الوقت جري بينا ممكن يعني الفكره الاولانيه دي هسيبها لكم، كل واحده فينا كاب وام يروح بيته ويشوف اللي حاصل ايه بالفعل على ارض الواقع. علاقتنا باولادنا المتجوزين عامله ازاي؟ ايه اللي بيتحقق في النقط الاولى؟ اكيد ده مش كل حاجه لكن دي بعض النقط زي ما حضرتك كنت بتقترح. ايه التغييرات، الاجراءات اللي انا هبتدي اعملها؟ هعمل ايه عشان اطلق ابني او بنتي حر، عشان اخليه يستقل بنفسه؟ ايه اللي هبتدي اسحب ايدي منه؟ ايه اللي هبتدي اغير ادراكي ليه وتفكيري ليه؟ ايه اللي هملى بيه وقتي بعد ما ابني خلاص مش متوقع منه انه يكون بيملى لي نفس الوقت؟ ايه لو حد قال عن الاهتمام، عن الرعايه، ايه حاجات تاني هلجأ لها وابتدي اكترها عشان ارفع هذا العبء من على كتف ابني؟ صحيح هو لازم يكون بمحبه بيقف معايا، لكن انا واجبي اني اساعده في يقوم بيته الجديد. ايه التغييرات اللي هعملها فيما يتعلق باهتمامه باسرته وباستقلاليته عني؟ هسيب لكم ده واجب هنشتغل عليه ونبتدي ننفذه فعليا، والا نبقى احنا ما عملناش حاجه. الحاجه الثانيه اللي هنعملها قبل ما امشي ان احنا هيجي لنا ورقه مسطره وقلم، اللي معاه قلم يطلعه او اللي معهوش، عندنا بعض الاقلام الزياده. هنعمل حاجه يمكن بعضنا ما عملهاش قبل كده او يكون عملها مش عارف. هنكتب جواب لابني او بنتي. كل اب او ام هيكتب جواب لابنه او بنته. لو عندي اكتر من ابن هكتب لكل واحد لوحده جواب خاص جدا بقول له فيه انا فخور بيه، انا فرحان بيه، ايه الحاجه اللي انا يعني بشكر ربنا علشانها وانا بشوفه يكبر عبر السنين، ازاي انا فرحان وانا شايفه زوج او زوجه بيبني بيت جديد. وقد يكون في الجواب ده اقر ببعض الاخطاء اللي انا ارتكبتها في حق بيته وجوازه. انا عارف انه في الموضوع الفلاني يمكن اكون اتدخلت ويمكن كنت سبب مشكله، يمكن ضغطت عليك فده كان مش احسن، لكن انا بقول لك انه من هنا ورايح انا هعملها بطريقه مختلفه. فانا بقى اعمل حاجه ايجابيه فيها شكر، فيها تشجيع، فيها محبه، فيها تقدير لعيالنا. يمكن ولادنا ما سمعوش مننا لسنين طويله ان انا بحبك، ان انا فخوره بيك، انك انت حد كبير قوي في عيني. ما اعرفش، احنا بنحاول نشجع الاباء والامهات يعملوا كده لعيالهم طول الوقت، لان عيالنا مش بيملوا او مش بيجي وقت يقول انا مش عايز اسمع الكلام ده، طول الوقت محتاجه. اتكلم عن رجولته، اتكلم عن جدعنتها، عن تحملها للمسؤوليه، عن شطارته، عن ازاي هم بيتهم نموذج رائع، شجعه. لكن في نفس الوقت قول له انت كبابا او ماما ايه اللي هتساعده عشان يعمله في حياته، ايه اللي انت هتقول له اوكي من دلوقتي الفلوس اللي عندك بتاعتك انا مش هتدخل. ايا كان المثال بتاع عايز تبيع العربيه بيعها، انت حر، خلاص خد قرارك بنفسك. انا بحاول بقدر الامكان اساعدك انك انا مش زعلان فبقول لك كده، لكن بدا يبقى عندي ادراك، استناره، معرفه جديده بتخليني اقول ان انا في تغيير معين بعمله لصالحك. اتفضل. طرف سائد، يعني انا مثلا جوز بنتي سيء او اشراف ابني سيئه، عامل سؤال صعب قوي سؤال صعب لانه الفاس وقعت في الراس يعني هم اتجوزوا. فالخطوره هنا ان هو طبعا طول قبل في اختيار شريك الحياه بنشير عليهم وبنحاول ننصحه، لكن لو اتجوزوا خلاص ما فيش غير ان اصلي له، ما فيش غير ان انا نعم يتركه يعيش مع القرار اللي هو خده وبيعيش حياته. لا ما ينفعش، ما ينفعش. بالعكس انا بصلي ان ربنا يصلح حال الزوج او الزوجه، بحاول اكون حمامه سلام، ما بحاولش ان انا اتدخل اقول له الجواز ده ما ينفعش يكمل، الشخص ده وحش، خلاص هم اتجوزوا. فانا دوري شفيع لو جاز التعبير. في ايه؟ أنا عارف
بس في نفس الوقت انت ممكن اسالك السؤال العكس الاصعب شويه. ماذا لو انا ابن انا عايز اسال حضراتكم، معلش ثانيه واحده، عايز اسال حضراتكم اللي تقدروا تعملوا فيه حاجه اكتر. ماذا لو انا مش كويسه في حق مرات ابني او في حق جوز بنتي او اب؟ دي اللي انا عايز اشتغل عليه. ما هو ده عشان كده احنا في الكنيسه، فهناخد اعترافات وبعد كده. انا عايز يعني بدل ما دايما انا سهل قوي ان اقول اصل هو وحش، اصل هي مش كويسه، فانا بضطر اتصرف كده. انا عايز اطلع بره اللعبه دي لان هم اختاروا بعض واتجوزوا. دوري انتهى. انا اسف اقول لك كده، دوري انتهى. قصه بينهم هم الاثنين يحلوها. اوكي، هم اللي يحلوا المشكله من غير تدخلك. وصل لنا ورق واقلام، بدانا نكتب جوابات. مفيش حد. نعم، صلي لهم، حطهم قدام ربنا. ممكن نديهم 5 دقايق بس يحاولوا يبتدوا يكتبوا الجواب وبعد كده يكملوه في البيت. وانا شايف في حد واحد ماسك ورقه وقلم متحمس والباقي لا. ما عندكش اولاد متجوزين اوكي، شكرا جزيلا. شكرا، نشكر الدكتور ريمون على كلمته. الموضوع جميل جدا، واعتقد ان الموضوع يعني محتاج محاضرة تانية او ثالثة، مش هيلحق يخلص في يوم واحد. فاحنا ممكن نستعين بيه في المرات الجاية القادمة نكمل الموضوع طويل، لان في اراء كتيره وكل بيت بيختلف وفي التربيه بتختلف والسلوكيات كمان بتختلف، وكل واحد متربي على حاجه معينه عايز يفرضها، سواء زوج او زوجه عايز يفرضها في حياته الجديده. فصعب ان احنا يعني الموضوع يخلص النهارده.